هو انا حقي هيرجع امتى؟ اظن السؤال ده كتير مننا بيسأل نفسه نفس السؤال، وانا سألت نفسي هو انا حقي هيرجع امتى؟ انت عارف بقى لما تكون عندك مشكلة وتولي فيها حد فاهم فيها يعني، وتقول له امان عليك شوف لي الموضوع ده وحله لي، فانت عشان تطمن اكتر تقول له انا وكلتك في الموضوع ده خلي بالك منه. يرد يقول لك ايه اول ما يقول لك بس ويحلف بالله، يقول لك مثلا وعزة جلال الله اطمن انا هحلها لك الموضوع ده عندي، او يحلف بس بالله، على طول بتلاقي نفسك ايه ارتحت ان هو يحلالك. طب لو اقول لك بقى وبشرك ولله المثل الاعلى ان حقك هيرجع، لان ربنا اقسم بعزته وجلاله وقال وعزتي وجلالي لانصرنكم ولو بعد حين. فانت اتظلمت وحقك راح، او حد ضحك عليك ونصب عليك واخد حقك، او حد خانك، تاكد تمام التاكد انه عزه جلال الله، انا بقول لك هو عزه جلال الله، ان ربنا اقسم بعزته وجلاله هيرد حقك ولو بعد حين. ما تستعجلش، اصبر، ما تقولش امتى. ربنا هيرد لك حقك في الوقت اللي هو عايزه بالطريقه اللي عايزها، في المكان اللي هو عايزه. مالكش دعوه، انت بس سيب الامر وسلمه لله. وعايزه اقول لك على حاجه بقى، بشرى حلوه ليك، ان حقك مش هيرجع بس من اللي ظلمك او اللي اذاك، ده حقك هيرجع من الناس اللي وقفت مع الظالم، من الناس اللي كانت عارفه مشكلتك وعارفه الظالم بيظلمك وسكتت، من الناس اللي ما سكتتش بس ان هي ما عملتش اي حاجه بالايجاب ولا السلب. ده هتشوف ده كله هيرجع ويكفيك قسم الله ليك وعزتي وجلالي لانصرنكم ولو بعد حين. انا غاده اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو انا حقي هيرجع امتى؟ اظن السؤال ده كتير مننا بيسأل نفسه نفس السؤال، وانا سألت نفسي هو انا حقي هيرجع امتى؟ انت عارف بقى لما تكون عندك مشكلة وتولي فيها حد فاهم فيها يعني، وتقول له امان عليك شوف لي الموضوع ده وحله لي، فانت عشان تطمن اكتر تقول له انا وكلتك في الموضوع ده خلي بالك منه. يرد يقول لك ايه اول ما يقول لك بس ويحلف بالله، يقول لك مثلا وعزة جلال الله اطمن انا هحلها لك الموضوع ده عندي، او يحلف بس بالله، على طول بتلاقي نفسك ايه ارتحت ان هو يحلالك. طب لو اقول لك بقى وبشرك ولله المثل الاعلى ان حقك هيرجع، لان ربنا اقسم بعزته وجلاله وقال وعزتي وجلالي لانصرنكم ولو بعد حين. فانت اتظلمت وحقك راح، او حد ضحك عليك ونصب عليك واخد حقك، او حد خانك، تاكد تمام